تشوفون عندنا الضيف الجميل اللي موجود هناك رجع لنا من جديد. هذا الضيف كلكم تعرفونه، جانا قبل كم حلقة، يمكن أول حلقات جانا. مقطع جديد وحلقة جديدة من لعبة ماينكرافت، واليوم يا جماعة عندنا حلقة جديدة ونكمل مع بعض. اليوم إن شاء الله راح نحاول قد ما نقدر إن احنا نشتغل أكثر في البيت ونحاول إن احنا نخلص أكبر قدر منه. وطبعا مثل ما تشوفون عندنا الضيف الجميل اللي موجود هناك رجع لنا من جديد. هذا الضيف كلكم تعرفونه، جانا قبل كم حلقة، يمكن أول حلقات جانا، وهذه المرة الثانية اللي جينا. المهم خلف الكواليس جمعت أشياء، حاولت أشتغل على البيت. طبعا مثل ما قلت لكم اني بسوي كل شيء معاكم، بس حبيت اني ارتب المكان شوي، يعني ما اشتغلت بشكل كبير، انا اشتغلت شوي يا جماعه. المهم اشتغلنا على الارضيه، ضبطت الارضيه اللي قلت لكم راح اسويها، وفعليا سوينا هذا الشيء هني. اوكي، سوينا كل هذه الاشياء الحمد لله. ايضا سويت بعض التخطيط فوق، فكان شوي متعب الوضع، بس الحمد لله قدرت اسويه. اوكي، سويت بعض التخطيط في المكان علشان ان شاء الله اليوم نشتغل ونضبط المكان عندنا. اوكي، شكله بيجينا الليل، فما علينا، مو هاي المشكله. طبعا ايضا جانا الحلو اللي موجودين هنا. طبعا عندنا بعض الصناديق، واحد هني واحد هني، فيه صندوق بعد خليته فوق، حطيت فيهم الموارد اللي احنا محتاجينهم. فانزين، اول شيء راح اسويه ان شاء الله اليوم، خلونا نركب الزجاج في نفس المكان هذا. بس دقيقه، نسيت اضغط زر لايك. اتوقع اضغط زر لايك يا صاحبي عشان انزل حلقات اكثر من لعبه ماينكرافت. يلا لايكك. المهم خلينا نحط الزجاج هنا، لان الزجاج احنا محتاجينه في هذا المكان. راح اخبركم بعد وش الاشياء اللي سويتها. حاولت قد ما اقدر اني اشتغل نضبط المكان كامل. شيل هذا، تمام. من الاشياء اللي سويتها ايضا مثل ما تشوفون هني، ضبطنا المكان اللي راح نحط فيه ماي ان شاء الله، فراح يكون هني في ماي داخل المكان، فسويت الحركه هذه. المكان هذا ايضا كله راح يكون فيه زجاج، وراح نحط الحين الزجاج نضبط كامل. شوفوا كيف، ايوه، نخلي الزجاج بالطريقه هذه. خلينا نشوف من برا كيف راح يكون الشكل معانا. طبعا البيت يعني يبيله واجد، ترى البيت يعني ما اتوقع بعد بنخلص الحين، بس المهم بما ان احنا قاعدين نلعب ونستمتع، فننزل يا جماعه ونسوي. اوكي، نبني هذا الحلو. ماينكرافت بهالطريقه. ماينكرافت عباره عن لعبه بناء، فانت قاعد تبني وتسوي وتضبط وهي الاشياء. اتوقع اكتبوا لي تحت تحبون شنو بالضبط في لعبه ماينكرافت، شنو الاشياء اللي تحبونكم تشوفونها. هل تحبون البناء ولا وش تحبون بالضبط تشوفون في المقاطع؟ كل واحد يكتب تحت، ابغى اشوف تعليقاتكم. فيلا نسوي الحركه هذه. شوفوا كيف ضبطنا على طول هني. طبعا يا ما اتوقع ان الزجاج بكفي اللي جمعناه، اللي شويناه من هني. طبعا ما بنحط الجهه هذه، الجهه هذه ما فيها زجاج، هني وهني بس. هذا المكان راح يكون هني، المكان راح يكون مفتوح. ممكن ان احنا نحط صوره ونسوي شيء، لكن راح نشوف المستقبل، لان اتوقع ان احنا بنشتغل بعد على المنطقه هذه. ما راح نخلي البيت بس انه بس بيت وخلاص. ايضا راح يكون في اشياء جنب البيت نفسه. بعد هذا الشيء الحين محتاجين نفكر كيف بنسوي الدرج حق البيت، لان لازم نفكر في الموضوع. طبعا مثل ما تشوفون هني حبتين، حبه واحده، مثل ما انتم عارفين بعد البيت ما راح يكون بشكل مربع، لا البيت مثلا عندنا هني راح يكون في تقريبا شبه 3 طابق، والجهه هذه راح يكون فيها طابقين. فنبي نسوي حركه للبيت هذا، ما نبي يكون بيت عالي، لا لازم يكون بيت رهيب واسطوري. في عندنا الجهه هذه بعد محتاجه زجاج، فبنحط لها الزجاج هني. طبعا مو كل الاماكن راح يكون الخشب هذا، لا في اماكن الخشب هذا وفي اماكن الخشب الثاني. اوكي، في اماكن فيها حجر. فهني الدريشه لاحظوا كيف، عشان اوريكم ان البيت مختلف كليا. شوفوا هني البيت كيف، هني فوق راح يكون ما في الخشب، فوق بيكون في الحجر. عرفتون يعني؟ شوفوا هني خشب فاتح، حجر، خشب غامق. هني عبارة عن على طول حجر، على طول حجر، تمام. فشوي الوضع مختلف عن الجهة هذه غير عن الجهة هذه. حركة مسوي حركة انا، وراح نشوف راح تضبط معانا ولا لا. الحين بكل بساطة راح نجي ايضا للمنطقة هذه، راح نبتدي ان احنا نسوي الطابق اللي موجود هني بان احنا نحط الخشب هذا. طبعا عندي خشب ان شاء الله يكفي. تعبني بشكل مو طبيعي، بس يا رب يكفي، ولو ما كفى امرنا لله. يعني هذا الموجود، هاي الاشياء الموجوده وهذا اللي نقدر عليه يعني. فخلنا نكمل. ايوه نحط هني، والحين نحط الجهه الثانيه. لازم الحين نفكر في موضوع الدرج كيف بيكون، وكيف بنربط الجهتين في بعض. اوكي، يعني هاي اشياء صراحه احس صعب التفكير فيها حاليا. نحط هني، خلونا نكسر هذه ونحط هني، تمام. الحين المنطقة هذه جاهزة، لكن طبعا بنحتاج لها إضاءة، بنحتاج إن احنا نسوي أشياء هني نضبط الأمور، بس لحد الحين ما ندري كيف بيكون معانا الموضوع. إنزين،
الحين عندنا ايضا المكان هذا راح نسوي فيه المفروض نفس الشيء، ايضا راح نركب اللي هو مكان الطابق، فبنركب الارضيه. بس الدرج كيف يا سيد؟ الدرج ما اتوقع انه راح يكون في النص، ممكن نخلي الدرج يكون هني يا اخوان، ممكن نخلي الدرج هني يكون، فاحسها اكثر شيء منطقي. اذا قلنا الدرج هني معناته بنضطر نشيل هذه، شوفوا كيف نشيل هذه، بيكون عندنا درج بالطريقه هذه ونقدر نحن نحط سور هني. وايضا بنضطر ان احنا بعد، او بنحتاج بعد بالاصح ان احنا نسوي درج اخر انه بيكون بالطريقه هذه. الدرج هذا راح يودينا ان شاء الله لفوق، عرفتوا يا اخوان؟ انزين ثواني راح نضبط الموضوع، ما علينا. الحين خلونا ننام بس قبل ما يرسبلون الوحوش لان المكان مظلم. اوكي مو قادر اركض لاني ما اكلت، اوكي الحين ما صار ليل. اوكي اخيرا بننام. الحين بنقوم بنحاول ان احنا نضبط اللي نقدر نضبطه. تمام انزين خلاص ناكل على طول، ناكل على السريع يا اخوان ونشوف وش اللي باقي عندنا. اكل يا سلام. اوكي اكلنا. الحين يا حبايبي نرجع هني على طول، نرجع لهذا المكان عشان نضبط هني. نفس الشيء راح نسوي الارضيه. حتى هذا المكان بيحتاج الى شو اسمه، الى درج. احتمال نخلي الدرج يجي من فوق، احتمال. اوكي راح نشوف الحين. ثواني لازم احاول اسوي البيت هذا اسوي فيه ابتكار، ما بيكون بيت عادي ما له داعي اسويه. بيت عادي لا تسوي، خلاص عندك هناك روح اجلس في القرية وانتهى الموضوع. لكن انا ناوي اني اسوي بيت رهيب، بيت ان شاء الله يعجبكم. وبعد بنحاول نحن ان شاء الله السلسلة هذه نطورها قد ما نقدر، نحن نضيف لها اشياء اكثر نسويها، وطبعا باقتراحاتكم. انا دائما احاول قد ما اقدر اني اقرا التعليقات عشان ان شاء الله نسوي الاشياء اللي تبونها. اوكي نحط الخشب وتقريبا شبه كملنا موضوع الخشب اللي هني. تمام اوكي حلو. الحين بعد ما سوينا هذا الشيء بنحتاج ان احنا نسوي درج انه يركبنا هني. وخلونا نحط حاليا في هذا المكان، بنحط هذا الشيء علشان بس نسوي الحركة هذه. شوفوا كيف، ايوه نجي هني ونسوي الحركة بعد مرة ثانية. ونفس الشيء بعد نجي هني ونحط الديرت. بكل بساطة اشياء بسيطة بس نسويها تضبط معانا الوضع وتخلي المكان رهيب. نجي اوكي خلاص الحين ضبطنا المكان هذا. الحين خلونا بس نكمل الارضية حقت المنطقة اللي هني. ايضا الارضية اللي فوق بنسويها الحين. شوفوا كيف حلو. اوكي بعد نرجع للجهة الثانية ونسويها نفس الحركة. تمام انزين. الحين في بالي فكرة، انا جت في بالي فكرة وهي ان احنا نسوي درج هني. كيف بنسوي الدرج؟ الدرج لازم يكون بالطريقة هذه. شوفوا كيف بالطريقة هذه. بعد زيادة. اوكي لازم نروح نجيب يا جماعة خشب. اوكي فانا جمعت خشب واعتقد اني حطيته هني. جبت زجاج بعد حطيته هني. فلا زجاج. دقيقة الخشب وين وديناه؟ اتوقع ان احنا عندنا اوكي دقيقة سيد، مجمع هني خشب بالهبل. جيب الخشب هذا انزين ونحط هني. ثواني ونجي هني بعد نفس الموضوع بالضبط ونسوي الحركة هذه. تمام اوكي بس نسوي ربط في هذا المكان بحيث ان احنا نربط الدرج هني وننزل. تمام صار عندنا الحين هني غرفة. اتوقع ان هذه غرفة النوم. نخلي هذه ولا نخلي هناك؟ اتوقع بنخليه هني. عرفتوا يا جماعة؟ الشيء اللي بعد الحين راح نسويه ان شاء الله راح يكون احنا نسوي لنا سور. فجمع من هذا، جمعنا منه. وبعد بنحتاج خشب، فتجيب خشب. ونحتاج الحين نسوي السور. ثواني السور كان يستوي بهالطريقة ولا انا غلطان؟ لا هذا الباب. فنحتاج الحركة هذه. للأسف ما حللت خشب واجد. اوكي جيب وعطنا 48. يمكن يكفون. فبنجرب الحين. احنا بنحتاج السور هذا لوين؟ بس ثواني قبل ما نسوي اي شيء شيل هذا وشيل هذا. وبعد خلينا نشيل الديرت اللي موجود هني. تمام الحين بكل بساطة نجي ونسوي هني سور. هذا سور
ونجي بعد هني فوق هني، ونرجع ايضا لهذا المكان نحط فيه سور، وهني بعد بنحتاج ان احنا نحط ان شاء الله سور. تمام حلو، شغلنا كله ممتاز. انزين الحين راح نرجع لموضوع الزجاج. بس قبل الزجاج ثواني، احنا بعد المفروض نحط سور هني لان هذه بلكونه يا اخوان، هذه بلكونتنا. بنحتاج ان احنا نرفع، اتوقع بنحتاج ان احنا نرفع السور، مو السور، الارضيه بنحتاج ان احنا نرفعها شوي لان كانها نازله. تمام، نجي هني ونسوي الحركه هذه، ونجي هني ونسوي الحركه هذه. بنتفاهم مع الموضوع الحين، فنجيب، والله احس مبالغ فيه اللي قاعد اسويه، بس مو مشكله. اخذنا كرافتنج تيبل، نجيب الكرافتنج تيبل نخليها هني، ونجيب الحين ثواني نجيب الكرافتنج تيبل. خلونا نسوي نص. الله يا سيد، كل هذا ما له داعي، انزين راح نجي الحين نسوي الحركه هذه لا هيشيلها، نرجع هذه هني ونسوي الحركه. شوفوا كيف يا اخوان، الحين بيصير عندنا ان شاء الله بلكونه رهيبه، بلكونه جدا جدا رهيبه. تمام خلاص، الحين بلكونه رهيبه ومضبوطه صح. الخطوه اللي بعدها الحين راح نجيب الزجاج، نحط في الاماكن المفروض نحط فيها زجاج. يعني مثلا عندنا هني المفروض نسوي درجه هني، راح نسوي ان شاء الله، راح نضبطه، بس نصبر شوي. بس خلونا الحين نسوي موضوع الزجاج. نجيب الزجاج للغرفه هاي. تقريبا البيت صاير في زجاج بشكل كبير. اوكي، الحين نكمل الحركه هذه. في عندي سؤال لكم ابيكم كلكم تجاوبون عليه يا جماعه. هل نسوي السقف بطريقه البيوت الاوروبيه اللي هو على شكل مثلث؟ تعرفون البيوت اللي تكون بالشكل هذا، تعرفون البيوت هذه، او نخليه بشكل مسطح؟ كل واحد يكتب تحت في الكومنتات، راح نشوف ان شاء الله تعليقاتكم وشنو الشيء اللي تحسونه مناسب. اوكي، فشنو الشيء اللي تحسونه احلى؟ ان شاء الله راح اسوي الشيء اللي تحسونه احلى وبنشوف. اذا تبون نسوي بالطريقه الاوروبيه لو بيوت بشكل مثلث بنسويهم. طبعا هني عندنا مكان كبير جدا، اعتقد ان الزجاج بيكون هني، بس الزجاج بيكون في المنطقه هذه، بيكون هني بس. ايوه شيل هذه. الزجاج اللي عندنا ما اتوقع انه يكفي الشغل اللي قاعدين نسويه، ولا بعد قاعد اغلط، فما ادري بروح اجيب الحين. اوكي نجيب هني. تمام، سوينا المنطقه هاي تقريبا. خلونا الحين بغيت اطيح، والله بغيت اطيح يا جماعه. هني مستحيل يمديني اسويه حاليا. الزجاج اللي عندي ما يعتبر ذاك الزجاج الكثير جدا، زجاج جدا 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 قليل. زين هني عندنا المكان مضبوط، يمدينا نطلع من هني الحين. بس خلونا نروح نشوف كمية الزجاج اللي موجودة عندي، إذا كانت كمية طيبة ولا كمية تعبانة. نشوف ثواني. عندنا كمية بسيطة. شيل الخشب، ما نحتاج كل هالخشب. نجيب الكمية هذه بخليهم عندي، بس الحين بسويهم. نحاول نسوي اللي نقدر عليه، بس قبلها راح ابتدي اني اسوي الادراج. خلونا نسوي الادراج. احنا عندنا كرافتنج تيبل موجود فوق، خلينا نروح للكرافتنج تيبل نسوي الادراج. تمام، ونضبط موضوع الادراج الحين. جيب 32، يمكن يكفون يمكن ما يكفون، فبنجرب حظنا. نحط هني وهني، نركب على طول بالدرج هذا. تعال نرجع مرة ثانية ونركب هني. تمام، راح نشوف ان شاء الله حل لموضوع ان المنطقة هي مفتوحة. نشوف لها حل، يعني ممكن مثلا نسوي الحركة هذه. فبنشوف، ما عليكم، بنشوف. خلي الموضوع بهالطريقة، هذه ما علينا، مو شيء مهم. خلونا الحين نرجع هني ونكمل بعد موضوع الدرج حقنا. نسوي الدرج بالطريقة هذه. حلو، ونركب على طول فوق. او يمكن يمدينا اقصر بعد هني، لو قدمته شوي ما بنحتاج اللي هي البلوكة الزايدة هذه، ممكن. فرايكم تحت في الكومنتات عشان نضبط ان شاء الله الوضع عندنا هني. صراحة انا اشوف ان في البيت هذا بيكون من اجمل البيوت اللي احنا قاعدين نسويها. وصلنا حاليا لمرحلة جدا بعيدة. عندكم اقتراحات كتبوها لي تحت في الكومنتات. اتوقع بعد ان شاء الله بنضبط المكان اكثر واكثر. حاليا البيت رهيب، راح يصير ان شاء الله ارهب مع الحلقات الجاية. اتمنى عجبكم المقطع، كلكم ضغطوا زر اللايك. ان شاء الله الحلقة الجاية راح تكون تكملة
البيت بإذن الله. هذا مقطعنا، نشوفكم على خير ومع السلامة. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على هذا جيشنا يا عم، والاسياد اسطوره تتناقل على كل فم، باشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله، اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد، افرح واقدم لك اشياء اكثر من جديد.